عامة يعني هو أبرد شعور إنك تكون عارف إيه اللي تقدر تعمله وهيغير حياتك، بس أنت في نفس الوقت حاسس إنك مربوط ومش قادر تعمل كده. هل أنت كسول أو الموضوع أعمق من كده؟ دلوقتي لو أسألك إيه الحاجات اللي ممكن تعملها وتغير حياتك، أكيد في حاجات جت في بالك، حاجات أنت تقدر تعملها وفي حاجات تمنعك من إنك تنجز. وليه صعب إن إحنا نبدأ في الحاجات المهمة بالذات؟ نروح للحاجات اللي نعرف إن هي مضرة. إيه الحل؟ هنحاول نجاوب عليه في الفيديو ده. لا تنسى اللايك والسبسكرايب. طيب، التسويف او التاجيل موجود عند اغلبنا. كل واحد بيسوف في مجال مختلف، شويه باجله في الدراسه، شويه باجله في الشغل، شويه باجله في الرياضه، ومجالات مختلفه كتير. والاغلبيه يفتكر انه اللي بيسوف غالبا شخص كسلان، مش منظم، مش مهتم انه هو ينجز، او ما يعرفش ينظم وقته. بس الموضوع مختلف شويه. الموضوع كله في الدماغ. اول ما توصل المهمه لدماغك، الدماغ يبدا يحلل المشاعر تجاه الموضوع ده. يعني عندك امتحان مهم ولازم تنجح فيه وخايف ومتوتر، راح مخك قايل لك يا عم ليه التوتر، هدي اعصابك ونشوف ايه اللي يحصل بعد كده. بالطريقه دي العقل قرر ان هو ينسحب وما يواجهش الضغط ده، المشاعر السلبيه اللي جاتك اول ما عرفت المهمه اللي عليك، ويحاول ياخرها على قد ما يقدر. ومش بتبدا في المذاكره غير لما يكون خلاص مفيش وقت، وتكون مجبر انك تبدا وعليك كميه ضغط مش طبيعيه. طيب ايه هي المشاعر اللي تدي الاشاره دي لمخك؟ علشان تفهم ايه المشاعر دي ضروري تفهم حاجه اسمها دائره التسويف. خليني اشرح لك. تخيل انك انت بتكتب بحث عليه 50 درجه مثلا، والمهمه دي خطرها عالي عليك، والنتائج بتاعتها لازم تكون مرتفعه. هنا يجيك اول شعور في الدائره اللي هو الشك. تبدا تقول لنفسك انه الموضوع صعب ومعقد ومحتاج وقت، وتفكر في النتائج وازاي انت مش عارف تبدا. وهنا يبدا الجزء الثاني من الدائره، انك تقلق. تبدا تفكر بشكل مبالغ فيه في كل حاجه غير انك تبدا، والقلق اللي عندك ده والتوتر يبدا يزيد. القلق ده يبدا يزيد عندك للجزء الثالث اللي هو الخوف من الفشل، والخوف ده يرجعك للشك، والدائره تبدا من تاني، وتبدا تاجل اكثر واكثر. هنا تحس ان كل حاجه في الدنيا ممتعه اكثر من انك تبدا وتشتغل على الحاجه اللي عندك. وتلاحظ لو عندك امتحان بكره تكتشف انك مش هتقدر تركز غير لما تشرب خزان شاي وكل دقيقه تكون في المطبخ. طب ايه الحل؟ الحل يعتبر سهل وبسيط، ما تعملش حاجه. ايوه، ما تعملش حاجه. لو عندك مذاكره وشايف انه مهم انك تخلصها، قول يا انك تذاكر يا اما تقعد ما تعملش حاجه، وتدي مخك الخيارين دول. بس بشرط تطلع كل حاجه ثانيه ممكن تلهيك وتديك جرعه من المتعه. صدقني هنا راح تذاكر وهتلاقي المذاكره ممتعه. كان في تجربه، حطوا مجموعه من الناس في غرفه فاضيه وما عندهمش اي حاجه ممكن تلهيهم، وحطوا معاهم جهاز كل ما تضغط على الزرار بتاع الجهاز ده تتكهرب. والمهمه اللي كانت مطلوبه وهم قاعدين في الغرفه دي انهم يقعدوا من غير ما يعملوا اي حاجه. بعد مده اغلب اللي كانوا مشاركين في التجربه دي ضغطوا على الزر الموجود في الجهاز واكثر من مره، ولما سالوهم ليه ضغطوا على الزر قالوا بسبب الملل. الملل خلى الضغط على الزر ده ويحسوا بالالم ممتع اكثر من انهم يقعدوا ما بيعملوش حاجه. وانت لو شلت كل حاجه ممكن تلهيك وخليت خيارين اللي هم يا اما الملل يا اما تذاكر، هتلاقي مخك بيتجنب الملل، هيروح للمذاكره وهتذاكر انت ومبسوط. بس ضروري تكون جد، مش تتنازل للملل تروح تمسك تليفونك او تروح تعمل شاي. والحل الثاني انك تقسم كل المهام اللي عندك لمراحل وتقدر تخلصها بسرعه. والشعور اللي يجيك انك انجزت مرحله من المراحل دي خليك تستمتع اكثر انت وبتذاكر. الحل الثالث، اربط معك شخص ثاني انك تذاكر معاه او تشتغل معاه، بس ما تختار الشخص اسوء منك وتقوموا تعملوا شيء مع بعض. حط لنفسك مدير انك لازم تسلموا النتائج في نهايه اليوم، حتى لو الموضوع مع نفسك وما فيش اي عقوبه عليك. كلم اي حد من اللي حواليك انك هتخلص الموضوع ده بعد ساعتين. بعد الساعتين روح عنده وخليه يشوف انت فين وصلت، وده يديك شعور انك لازم تنجز. وما تحاولش انك تبرر لنفسك وتقول انا كنت اقدر اعمل وحاولت وما فيش وقت، او الموضوع اصعب ان انا كنت اقدر اعمل. قول فشلت وما قدرتش وهرجع احاول مره ثانيه. ما تقولش كنت اشرب شاي وبس. لايك وسبسكرايب. السلام عليكم.